بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن أهمية دور المحامي في الحبس الاحتياطي. ناس كتير بتظن إن المتهم مش محتاج محامي وكده كده محبوس أو كده كده مخلي سبيله أو كده كده وإن المحامي مش هيعمل حاجة. الكلام ده غلط طبعا. لازم نعرف كويس إن المتهم محبوس لصالح التحقيق أو إن المتهم موجود تحت إيد النيابة علشان لما تطلبه في أي وقت تلاقيه، ولو النيابة مش عايزة المتهم ممكن تخلي سبيله، حتى لو واخد 45 يوم النهارده ممكن تخلي سبيله بعد القرار ما يطلع. المحامي هو الناصح الامين والمستشار الخبير في موضوع شخصيات ونفسيات القضاة والنيابه، هو اللي بيتعامل معاهم وعارف بيفكروا ازاي، والمفروض طبعا يكون قاري ومثقف في موضوع علم النفس القضائي ويعرف بوصة كل واحد فيهم اتجاهها فين عشان يعرف ازاي يتعامل معاهم ويعرف ازاي هيقول ايه وازاي يقنعهم باخلاء سبيل المتهم. علشان كده المحامي له دور كبير قوي في موضوع الحبس الاحتياطي، لان زي ما قلنا عارف هو بيقول ايه وازاي يقوله، وعارف الكلمه او المستند اللي ممكن ياثر في نفسيه القاضي اللي بينظر الحبس الاحتياطي، وعارف القاضي ده في النوع ده من الجرائم بيفكر ازاي، وعارف اذا كان هيدي اخلاء سبيل لموكله ولا لا. علشان كده المحامي لما بيعمل استئناف بيحاول ينزل المتهم قدام دايره معينه، الدايره اللي ممكن ياخد منها اخلاء سبيل. هو عارف ده ممكن يديله اخلاء سبيل وعارف ان ده مش ممكن يديله اخلاء سبيل، عارف ان دوت ممكن ياثر عليه بالكلام وعارف ان ده مش ممكن ياثر عليه بالكلام. المحامي هو القادر على عمليه اداره الحبس الاحتياطي كلها والاستئناف بتاعه، وقادر كمان على التاثير على المنظومه كلها. وكمان معرفه المحامي بشخصيه رئيس النيابه مهمه جدا جدا جدا، لانه ممكن يقدم له مذكره شرح موضوع القضيه مشفوعه طبعا بطلب اخلاء سبيل المتهم، وممكن ياخد اخلاء سبيل المتهم. وحصل معايا كتير واخدت اخلاء سبيل بمذكره قدمتها لرئيس النيابه، كان بيجيب الملف يراجعه ويدي قرار اخلاء سبيل بعد المذكره اللي بقدمها، وده طبعا لان المتهم كان يستحق اخلاء السبيل. مش هطلب اخلاء سبيل المتهم وانا عارف ان رئيس النيابه مش هيدي له اخلاء سبيل، انا عارف انا بكلم مين وامتى وازاي. ودور المحامي طبعا انه يوضح احقيه المتهم في انه ياخد اخلاء سبيل، هو ده دوره. وكمان المحامي عارف كويس قوي امتى يتكلم عن السقوط، وعارف ازاي يطالب باخلاء سبيل المتهم لسقوط الحبس الاحتياطي. احيانا كتير المحكمه اللي بتنظر التجديد بيكون عندها قضايا كتير جدا جدا، ما عندهاش الوقت انها تقرا كل القضايا بعنايه، ومعظم القضاه بيقدروا يستشفوا موضوع القضيه وموضوع خطوره المتهم من مرافعه المحامي او من كلام المتهم. ولو ما فيش محامي يوضح للمحكمه النقط اللي بيها المتهم ممكن ياخد اخلاء سبيل، المتهم ممكن يفضل قاعد محبوس. ولو ما فيش محامي يشرح للمحكمه النقط او الحاجات اللي يستحق بيها المتهم اخلاء سبيل، المحكمه مش هتخلي سبيله. واحيانا انا بنفسي لما بكون عارف شخصيه القاضي انا بنفسي ادخل مع المتهم، او انا بنفسي ما ارضاش ادخل مع المتهم واسيبه يدخل من غير محامي. لما بكون قاري ان المحكمه بتميل الى الجهه المضاده للمحامي وبيدافع عن حق النيابه من غير النيابه ما تتكلم، يعني هو بيتبنى جهه النيابه، انا ممكن مع ده اسيب المتهم يدخل لوحده علشان القاضي بدل ما يميل لجهه النيابه يميل لجهه المتهم، فيبقى هو المدافع عن المتهم، هو المدافع عن المتهم لان ما معهوش حد يدافع عنه. ودي طبعا قليل قوي، ده بيحصل من قراءه المحامي للقاضي، عارف القاضي ده بيميل لايه والقاضي ده بيميل لايه. المحامي عارف ازاي يظبط مواعيد الاستئناف، المحامي بيتابع مواعيد الجلسات، مواعيد جلسات التجديد، المحامي بيتابع كل جديد في اوراق القضيه ويقدر يقدم ادله او مستندات تساعد في موقف المتهم بتاعه في اي وقت، يقدر يرد على كل جديد في القضيه. المحامي عارف القاضي الموضوعي من القاضي الاجرائي، عارف يتكلم مع ده ازاي ويتكلم مع ده ازاي. المحامي دايما بيكون كاشف للحقيقه، بيوضح للمحكمه حقيقه ان المتهم ده يستحق اخلاء السبيل. المحامي هو اللي بيوضح للمحكمه ان مبررات الحبس الاحتياطي دي مش موجوده، او ان في سقوط. مين اللي هيجيب السقوط؟ مين اللي هيشرح للمحكمه ان في سقوط في الحبس الاحتياطي غير المحامي؟ او ان الدلائل اللي موجوده في القضيه غير حقيقيه. المحامي هو المستشار الخبير والناصح الامين لاهليه المتهم في اعداد خطه الدفاع بشكل مبكر من غير ما الوقت يضيع من المتهم. المحامي هو خط الدفاع والهجوم والفارس اللي بيحمي المتهم او المجني عليه، هو الفارس اللي بيحمي موكله وحقوقه وحرياته. المحامي دوره اهم دور في المنظومه القضائيه كلها، فما تهملش مع نفسك او ما تهملش مع ابنك او اخوك او قريبك المحبوس، ولازم تجيب له محامي، لازم تجيب له محامي يدافع عنه، لان ده مهم جدا جدا جدا. ويا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.